كل عام وانتم بخير. النهاردة هكمل معاكم باقي حلاوة المولد. عملنا مع بعض حاجات كتير جدا، السمسمية والفولية، والنهاردة الحمصية والسمسمية، وعملنا الجوزية واللوزية، ايه تاني، والبندقية. الصراحة مش مخلية نفسكم في حاجة، صح؟ عملت كل حلاوة المولد. النهاردة بقى هعمل معاكم الحمصية، وكمان هزود عليها السمسمية عشان انا نسفتها. اكتر حاجة بتخلص اول حاجة، ما تسألوش ازاي. هنعملها بطريقة بسيطة، اي حد لسه داخل المطبخ هيعملها زي ما انتم شايفين، احسن من اي واحد بيعمل حلاوة اسمها ايه، حلاوة المولد. الله الله الله، سمعتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوة؟ مفيش أجمل من كده، نظافة وجمال وحاجة كده مصنوعة بإيدك في البيت، وكمان فيها بركة. مش لسه هتروحي تقفي في اللاين وتدفعي فلوس قد كده. نخش على الوصفة سريعا. مية سخنة وسكر العادي، هندوبهم كويس قبل ما نوديهم البوتاجاز، وبعدين نعصر عليهم الليمون. ليمون يا جماعة، ليمون، وندوبه، وبعد كده نوديه على البوتاجاز، يفضل يغلي 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 يغلي. هقولك امتى تقفي، ما تقلقيش. بس في المرحلة اللي هي قبل الأخيرة هروح ضايفة الفانيليا، لأني عايزاها تفضل يعني دقيقة تانية تفضل تغلي على البوتاجاز بعد ما أضيف الفانيليا، عشان كلها تبقى فيها نكهة وريحة حلوة وطعم حلو. وهنا بعد ما استوى اللي هو الشربات بتاعنا ده، وهو سخن القوام بتاعه بالشكل ده، وهو سخن وهو بارد، بصوا عامل ازاي متماسك، كأنه اسمه عسل كلوكوز بتقولوا عليه كده، ها؟ الله اكون قلت اسمه صح. واروح هرجعه بعد ما تماسك بالشكل ده، هروح اوديه البوتاجاز يفك تاني. عايزه اقول اني عملت كميه كبيره عشان اشتغلت بيها على حلاوه المولد، بس انا هسيب لكم المقادير، وهسيب كل مقدار لكل الحلويات، للحمص للسمسم، وقلبتهم كده مع بعض على البوتاجاز، وسبتها دقيقتين دقيقتين ونص. الحمص تمام، الحمص يا جماعه، حطيتها على البوتاجاز وفضلت اقلب فيها بحيث اني اتاكدت ان الحمصايه شربت العسل بتاعها او الشربات، تمام، وعملت ريحه حلوه كده قبل ما يبقى الشربات يعمل كراميل. ولقيته كله متماسك، بصوا عامل ازاي، كله تماسك، يعني اول ما هنزله على الصينيه هيروح لازق في بعضه على طول. هنا ده حطيت في الصينيه اللي هو اسمه ايه، بلاستيك راب، ودهنته زيت عشان يبقى سهل لي اطلعه، ووزعته بالشكل ده، فردته وحطيت شويه في طبق مدور بحيث ان اعمل شكل دائري حلو. وبعدين هجيب حاجه اكون دهنها زيت، اي حاجه هستخدمها تبقى مدهونه زيت بسيط، يعني مش تغرقي الدنيا، يبقى طعم الحاجه بتاعتنا زيت، يعني مجرد تاتش كده. وبعدين جبت البتاعه بتاعت العجين دي، فردتها بيه عشان تبقى طبقه واحده كلها متساويه وشكلها حلو. صحيح كل مره انسى، تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية، بنزل فيديو هنا وفيديو هناك، وبقول لكم تابعوني على الفيس، واللي بتابعني على الفيس يتابعني على اليوتيوب. هنا بقى هنعمل السمسم. سمسم لسه محمصاه حالا، ونزلت عليه بالسيرب ده، وقلبته وفكيته في بعض ووديته على البوتاجاز دقيقة دقيقة ونص. انا عن نفسي ما كملتش دقيقة ونص، ليه؟ لاني لسه محمصة السمسم، كان السمسم سخن والسيرب سخن، فما ينفعش اسيبه اكتر من كده. هي دقيقة، لقيته داخل على دقيقة ونص، طق رحت شيلته من على البوتاجاز، وبعدين وزعته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا حبيت اعمل شكل كده جمالي، يعني حاجة كده زيادة ممكن تستغنوا عنها، وحطيت لوزة او اتنين. وهنا بقى عايزة كله يبقى طبقة واحدة، فمسكت البتاعة دي وفردت عليها. احذري تستخدمي صوابع ايديكي او ايديكي، سخن قوي قوي قوي. سامعين الصوت؟ اوبا اوبا، جميل جميل، حاجة نضيفة، شكلها حلو، ما بتلزقش، مش طرية. اوبا، صوت القرمشة
حاجة كده بتدخل جوه الودان، يعني تحسسك بسعادة. بصوا شكله بقى، تقدميه هدية لحد من صحباتك، تزوري ماما، تزوري حماتك، كده الحاجات دي. شكله حلو، طعمه جميل، قدميه بأي طريقة تعجبك، فرحي الولاد واعملي حاجاتك في البيت من غير ما تدفعي فلوس كتير بره ومش عارفة الحاجة معمولة ازاي. ده انا جبت كيس كده، هو مش عارفه 16 اونز من السوبر ماركت عربي للحمص، وعملت كميه رهيبه دي تبارك الله. طبعا البركه من عندي ربنا. دي كانت رؤيتنا، كل عام وانتم بخير. اتبسطوا بقى واسمعوا صوت القرمشه. بص الشكل عامل ازاي، لا ملزقه ولا طريه ولا معوجه. اوبا، انجوي يا جماعه.